السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد من فيديوهات خلطة زوزة أم هانية. النهاردة هنعمل أكلة كلنا بنحبها، أكلة جميلة وخفيفة برضو. هنعمل قلقاس باللحمة في حلة كده على النار. فيها مية بتغلي اهي، التوابل بتاعة الشوربة: شطة، كزبرة، 7 بهارات، فلفل اسمر، ورق لوري، وسر سر الجمال اللون بتاع الشوربه معلقه الكركم. هننزل الاول معانا نص كيلو لحمه، هننزل باللحمه، هننزل بكل التوابل، وهحط الملح كمان. نزلت بالتوابل اللي هي الورق اللوري والكزبره والفلفل الاسمر والكركم، معلقه الكركم اللي هتدينا لون الشوربه الحلو. ونزلت ب7 بهارات. هنزل بالملح، بصل، جزر، طماطم، وهحط توم. الطماطم ندوس عليها كده وننزل بيها. هنا بنزل بمعلقه التوم، ايه، معلقه صغيره يعني على حسب انتي رغبتك في التوم. انا بحب التوم يعني في الشوربه بس اللي هو الوسط، مش الكتير. الشوربه اللحمه تستوي ونبدا بقى ايه في وصفتنا. هنيجي بقى للقلقاس اللي هي الاكله الرئيسيه لطبق النهارده. هننزل بشوربه فيها بصله صغيره خالص مبشوره ناعم، فيها طماطمايه صغيره برضو مبشوره ناعم، سنه كده صغيره من مرقه الدجاج لو عندك، على طرف معلقه التوابل، حبه فلفل اسمر وحبه كزبره ناعمين. هنسيبها تاخد غلوتين 3 كده على النار عشان تكون البصله المفرومه دي تستوي. من سر طعامة القلقاس البصله المفرومه مع الطماطم. ونزلت طبعا بالسمنه، مش هحط توم عشان التوم موجود كده كده في الشوربه. اهي انا سبتها غلت غلوتين. هنزل بقى بالقلقاس، انا مفرزاه في التلاجة. نزلت بيه وعصرت، قبل ما انزل بيه كنت عصره ليمونه. لازم نعصر ليمون في شوربة القلقاس، طبعا احنا عارفين ليه، كلنا ستات بيوت شاطرين. هنسيبه يستوي. القلقاس ما بياخدش سوا كتير، بتلاقيه بيستوي بسرعة. ماشي. وما تحطيش ملح طبعا في الشوربة بتاعت القلقاس، كده كده انت مملحة الشوربة فما تحطيش ملح. الطاسة على النار، حطيت فيها 3 معالق سمنة. هبدأ ادي اللحمة كده تحميرة خفيفة. اللحمة تبلتها بالملح والفلفل بس. انا بحب اديها تحميرة خفيفة كده قبل ما احطها في القلقاس، يدوبك تحميرة خفيفة اهو. يدوب وش، تاخد وش كده مع السمنة. وش خفيف خالص، انا ما بحبهاش حمرا قوي وهي في القلقاس. خلوا بالكم عشان دي بتلسع طبعا. القلقاس لسه ما استواش. اول ما يقرب بيستوي هنزل بميه السلق بتاع اللي انا
صفيتها من السلق ومن الكزبره، واللحمه مجرد ما تحمر الوش اللي انا عايزاه، الدرجه اللي انا عايزاها، واروح نازله ايه بالثوم. هعمل الطشه بقى بتاعه القلقاس. عايزه اللحمه تبقى كده اللون ده. هنا هنزل بالميه بتاعه السلق، رجعنا للطاسه تاني، هنحط فيها الكزبره والثوم والملح والفلفل الاسمر. هندي تشويحه للثوم قبل ما ننزل بالسلق. الطشه هي اللي بتبين حلاوه وجمال القلقاس. يا عيني على الريحه، ريحه الثوم وجمال الثوم. هيصفر واروح نازله بالسلق عليه. السلق طبعا انا ضرباه في الكبه ومفرزاه في الديب فريزر. اهو الثومه اصفرت، نزلت بالسلق اهو كده. اهو بس انا بالنسبه لي كده استوى. احلى صوت ممكن تسمعيه، واحلى ريحه ممكن تشميها في البيت. نزلت طبعا بالطشه بتاعه القلقاس واللحمه، ياخدوا بس غلوه واحده مع القلقاس وبس كده. طبعا احيان كتير بخليه اللون اخضر من كده، هو اللون اخضر بس يعني مش واضح قوي، بس انا بخليه اخضر كمان عن كده. بس السلق لقيته قليل مع الكزبره. وده اهو، ادي القلقاس بعد ما طفيت عليه. هو بالنسبه لي كده استوى، واحلى طعم، الله اكبر اللهم بارك عليه. احلى طعم قلقاس الطريقه دي ممكن تاكلي بيها. حله الرز حطيت فيها زيت ونزلت برضو بمعلقه سمنه، وهنزل بقى بالرز. هقلب الرز، انا هعمل رز ابيض فهقلب الرز. وبعد كده هنزل بالميه السخنه عليه مع التوابل، الملح والفلفل الابيض. بقلب اهو. انا اهو حطيت الملح وحطيت برضو الفلفل الابيض. هو خلاص هنزل دلوقتي بالميه السخنه عليه. انا بحب اعمله برضو بالميه السخنه، مبحبش اعمله بميه بارده ولا بحب اعمله بالشوربه. لو احتجت ان انا اطعمه بطعم الشوربه، ممكن اخد معلقتين كبار شوربه اللي هي بالمغرفه.
الرز الابيض طبعا ما فيهوش اي افتكاسات. ووصلنا للاخر وحطينا اكلنا اهو عشان نبدأ ناكل. وادي شوربتنا الجميلة اهي، وادي الرز بتاعنا المفلفل حباية حباية الابيض، وادي طبقنا الرئيسي لحمة بالقلقاس او قلقاس باللحمة اللي معمول بنفس حلو، بصل مفروم مع طماطم مبشورة ناعمين قوي، حطيهم مع معلقة سمنة على النار لمدة ثواني، وانزلي بالتوابل بتاعتها اللي قلنا عليها في لو احنا بنعمل الاكلة والشوربة، وسيبيهم يغلوا غلوتين 3 كده وهتاكلي احلى قلقاس. وادي طبق المخلل بتاعنا، ادي الرز اهو، وبالهنا والشفا. ما تنسوش الاشتراك وانكم تنوروني دايما في كل خلطاتي ووصفاتي على قناتي. تنسوش الاشتراك والسبسكرايب، ويا رب اكون خفيفة على قلبكم انا ووصفاتي.